اليوم راح أسوي لكم وصفة سباكيتي البانكيك بطريقة جدا سهلة وسريعة، ما تاخذ من عندكم غير بس دقيقتين وبكيس واحد وبدون ما نوسخ أي صحون. أول شي راح أحتاج إلى بيضة واحدة وربع كوب من السكر، وراح أخلي عليهم ظرف من الفانيلا وراح أخلطهم بهذا الشي. كل سهلة وسريعة، وأنصحكم تجربونها إذا كنتم مستعجلين أو مشتهين حلاوة على السريع. وبعد ما خلطتهم راح أضيف بس ملعقتين من الزيت، وهسه راح أضيف نص كوب من الحليب، وهسه راح أضيف كوب واحد من الطحين، وهسه راح نخلي ظرف من البيكنج باودر وراح نمزجهم كلهم سوية مثل ما دا يشوفون. وهيك كمل عندنا أسرع خلطة بانكيك راح تشوفونها بحياتكم. والأهم إنه هي كلش طيبة، يعني مو بس سهلة، هي كلش طيبة. وبهيك جهزت عندنا. وهسه راح أجيب الكيس وأفتحه بهذا الشكل من طرف، وهسه أجيب الطاوة تكون ما ضد الالتصاق، وأبدي أشكل بيها الشكل اللي أحبه، وأسويها على الشكل اللي إحنا نحبه، على شكل سباكيتي أو على شكل مربعات أو على شكل شبكة اللي تحبونه. وهيك جهز عندنا أطيب سباكيتي. وبالنسبة للصوص الفوق راح أخلي علبة من القشطة أخليها على الشوكولاتة، وبعد ما ذوبتهن راح أخليهن بكيس أيضا، وراح أفتحه من طرف ونخليه على سباكيتي البانكيك. وهيك صارت عندنا أطيب وصفة وأسرع وصفة كلش طيبة ولذيذة. أنصحكم تجربونها، ومع السلامة، وأشوفكم بألف خير.